السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواني واحبائي واخواتي في كل مكان. طبعا الحلقة السابقة حقت الرولز رويس موضوع دبة البيئة كانت حلقة جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله، والله يجزاكم بالجنة ولا تحرموني ان شاء الله من الدعاء ان شاء الله. طيب، طرمبة الماء في كثير يسألوني مهندس محمد كيف نعرف ان طرمبة الماء خربانة او لا؟ طيب، طرمبة الماء لأكثر السيارات أكثر نسبة عالية جدا إذا ما كانت طبعا 90 إلى 100% طبعا، ولكن احنا نقول النسبة العالية طرمبة الماء يجي تحتها في خرم صغير. إذا كانت طرمبة خربانة لما توقف السيارة طلعت مشوار، وقفت السيارة وطفيت السيارة ونزلت، بعضهم يجي بعد نص ساعة بعد ساعة ثاني يوم يلاقي من تحت السيارة كلها موية نازلة، يشيك يفتح الكبوت الاهواز يشيك في كل مكان، ما في هوز مقطوع، ما في تنسيب ماء، ما هو بعارف من وين المويه هذه جايه. هذه معناها انه طرمبه الماء خربانه، لما انت توقفها هذا الخرم يطلع منه الماء عشان هي خربانه. اوكي. الشغله الثانيه، اذا مو خربانه ممكن يطلع فيه صوت، يعني بعض السيارات الحالات تيجي عندي تسمع صوت في الماكينه يستغرب، يفكر ان الصوت داخل المحرك، اوكي؟ مثل برضو سيارة الرولز رويس نفسها هذه، لا فكيناها اسمع الصوت. فطبعا هذه هي خربانه انه فيها الصوت البيرنج الداخلي، ولما الخشونه لما تشتغل والعمر طبعا لها عمر طويل طبعا مثل ما انتم شايفين الصدى اللي فيها وكذا، فتتغير افضل وتتجدد مع الترموستات حقتها الوبل في الحراره. لا تنسوا من الدعاء حبايب قلبي، مثل ما اوريكم الان مقطع انه كيف تعرف انه طرمبه الماء فيها صوت ما فيها صوت، خربانه مو خربانه، اوكي؟ تهرب مويه من الطرمبه هذه خربانه، مو شرط يكون في صوت، في بعضها يهرب بدون الصوت، وفي بعضها ايضا يكون في صوت الخشونه بس لسه ما يهرب ماء، بعد فتره تلاقي فيها تهريب الماء. فهذه النصيحه طبعا يبين 100% مثل ما شفتوا اذا كانت راكبه وفي مسافه سهله. في بعضهم انا اقول لك شلون تسوي، شلون تسوون. الحين مو شرط تفك الطرمبه برا ولا لا، فك الاغراض اللي حوالينها، اهم شيء السير حق المحرك فكيتها، وتحرك البكره بيدك وتحاول تقرب وتسوي كذا. اذا سمعت الصوت مثل هذا معناها الطرمبه خربانه لان فيها البرينج طبعا خربان. واذا فكيتها برا يبين اوضح مثل ما وريتكم، اوكي؟ وانتظروني دائما ان شاء الله بالاشياء اللي اقدر افيد فيها اخواني واحبائي. عطى غاز، اخوكم حاضر وماطر وحاضر وعطى غاز، واقول اشتراك ولايك، وراح تشوفون كثير في القنوات واليوتيوب والتيك توك والسناب شات والانستغرام. تحياتي، سلام عليكم.